شك أن هذا الحدث حدث عظيم جدا، وهو حدث يعني بالنسبة جديد على المنطقة وخاصة المنطقة الخليجية. يعني كمجتمع محافظ يعني لا شك أنه يعني يحتاج إلى وقت حتى يتفهم هذا الحدث، وهو حدث يعني شيء عالمي يهتم به العالم، ونحن ندعم هذا النوع من الرياضة على كل المستويات. الحمد لله يعني عندنا مشاركة فيه بنت يعني في أخذت بطولات سابقة، يعني في 14 بطولة، ونحن نعتقد أنها قادرة أنها تبذل جهد وتنافس، ونتمنى لها التوفيق، ونتمنى للجميع التوفيق في هذه البطولة النسائية. ونشكر أشكر حقيقة سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد ولي عهد دبي ورئيس الاتحاد الدبي الرياضي على الدعم اللامحدود لمثل هذه الرياضات. انا مدير فن الفيدراسيون كيك بوكسينغ، ما عادش اونترينور، كنت اونترينور ناسيونال في فرنسا، وما جيتش لهنا باش نشد البلاصه الاونترينور ناسيونال. جات معناها ان بروبوزيسيون نعمل فيدراسيون مونديال نتاع بوكس عربيه ديريكتومون مع البريزيدون تاع الفيدراسيون. اون ا شوازي ان في لازم نختاروا بنيه باش تجي تلعب في اللعبه هذيا في الميزان 63. عندنا شكون في 63 وحاضره، لازم تكون حاضره. Reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? It breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Can't you see? مرحبا بك. هذا شرف كبير كون نكون متواجد اليوم في دورة دبي الملاكمة النسائية العربية، وإن شاء الله تكون هذه خطوة جديدة ودفع فيها دفع للرياضة النسائية بصفة عامة. أجواء كبيرة احترافية، اليوم نتفرجوا في معناها سبيكتاكل خارق العادة، ولكن كونوا نقولوا ديما الملاكمة هي معناها رجالية بالأساس لكنها حتى نسائية، واليوم قاعدة تشوفوا تقريب في رياضة من أجمل ما فما. أنا كمنسر لمجلس أمناء مختبر مكافحة منشطات قطر هنا، وباعتبارنا شركاء لجميع المنظمين التظاهرات الرياضية، فمختبر مكافحة منشطات قطر يحاول أنه يبني علاقات شراكة وتوأمة مع جميع المنظمين التظاهرات الرياضية، والملاكمة كرياضة من الرياضات المستهدفة في مراقبة المنشطات. فجينا اليوم حتى نبني علاقات شراكة مع منظمي مثل هذه التظاهرات، وحتى نحتضنها إن شاء الله في قطر في أقرب فرصة إن شاء الله. And you will never know, I will never show what I feel, what I need from you, no. And you
ودعموني وما وقفوا في طريقي. بشكر شيوخ الإمارات اللي أعطوني هالفرصة. بشكر كمان مدربيني كوتش سباح كوتش جمعة عشان أوصل هالمرحلة. والله هذا كله إنجاز نحن نشكر الله عليه وعلى نعمه، ونشكر كذلك قادتنا وولاة أمرنا اللي مهدوا كل هذه السبل اللي جعلت اليوم من دولة الإمارات متقدمة وفي المركز الأول دائما في كل شيء. وهذه البطولة فعلا أول بطولة نسائية على مستوى الوطن العربي، وإنجاز اللي حققته اليوم الآنسة الصغيرة بطلتنا بنت الإمارات. كذلك هذا مبشر ويثبت كذلك على أرض الواقع أن الإمارات متميزة وفي المركز الأول في كل شيء بإذن الله. I will never show what I feel, what I need from you, no. It's a victory that women can box. That's the first victory, I think, and the second victory is that I win for Tunis. Well, I know she was really good, so you always go for the win, but you never know what's gonna happen in the ring. You can also get a punch and you get knocked out, so yeah, you never know if you're going to win or to lose, but you train for the win, of course. Thank you for the support that all Tunis people came to Dubai to support me, and also the people at home. And I hope women and men, if they see this and they want to sport or boxing or whatever sport they like, they're going to do it. Because تبارك الله عليها. مرة أخرى المرأة التونسية قبل كل شيء تنجز، وهذا مش غريب على المرأة التونسية. بطلة عالم عندنا جديدة. الحاجة الأخرى اللي عايشة في المهجر، ومن هنا نحب نحيي 1,200,000 تونسي اللي عايشين في الخارج، واللي أنا عندي شرف تمثيلهم في مجلس نواب الشعب. إن شاء الله نقول لهم هذه هي واجباتكم، ترفعوا الراية التونسية، وحقوقكم زادة احنا في مجلس النواب ندفعوا لكم عليهم، أما قبل كل شيء ديما رفع الراية. فكل فخور سور بليزيور فولي، معناتها كوني من عايشين في المهجر، كونها مرأة، هذا كله فخر لتونس، وفريمون جو سي انكور ايمو. شرفتنا بالتتويج هذا، لبنه جديده تنضاف لنتائج الرياضه التونسيه وخاصه الرياضه النسائيه، وان شاء الله تكون هذه الخطوه الاولى في اتجاه تعلق رياضتنا خاصه في الملاكمه النسائيه. تتويج تونسي، والرايه خويا لبيب كي ترفعت في السماء، الرايه لها معنى. العلم التونسي كي ترفعها في الاحتفالات الدوليه كيما هكا له معنى، فهمتني؟ الواحد قال بدنه يقشعر، هذيك هي الفائده، فهمتني؟ هي الاخت يعني ما قصرتش، لعبت، ومسكينه انت شفتوها حتى تتكلم لغه انجليزيه، ما تتكلمش اللغه التونسيه العربيه بتاعنا، اما تحب تونس، رفعت الرايه التونسيه، هذا هو المهم. احنا رايتنا تترفعها في كل المحافل الدوليه، وهذا نداء مني انا كتونسي ومن الشعب التونسي الكل، اللي كونوا في تونس يهتموا بالرياضه الفرديه، يهتموا بالرياضه الفرديه. عندنا مخزون وطاقه كبيره في الشباب التونسي، لازم وزاره الشباب والرياضه التونسيه، ولازم الحكومه الجايه لازم تهتم بالرياضه الفرديه. نجاح كبير، وخاصه عندنا الشاب التونسيه هاله لابد من تشجيعها، وطبعا دائما هناك خساره وهناك ربح، وخاصه في البدايه لابد ان لا كانت منهارة صراحة، لكن حتى بقت، لكن صراحة لعبت بكل ما عندها والحاجات هذه، وأنا أقول بأن كانت الفائزة صراحة. طبعا شرفتنا الملاكمة التونسية ذياب صراحة، وخاصة أنا اعتمدت بأن تكون هناك موسيقى تونسية بحتة، وفرحنا الجالية التونسية المقيمة هنا، وخاصة رقصت رقصة تونسية، وإن شاء الله هذه ستمثل تونس في العديد من البطولات العالمية، لأنها شابة صغيرة وستعطي الكثير من البطولات إن شاء الله.